لما بتيجي تدرك حقايق الأمور بتلاقي إن كل حاجة كنت أنت عايز تعملها مش هي أصلا حواليك، لأن أنت اتغيرت وكل حاجة اتجددت. فبتلاقي إن أنت كل فترة طموحاتك، أحلامك، حتى قراراتك اللي بتاخدها بتتغير. والسبب في كل ده ممكن يرجع لحاجة واحدة بس: المينتاليتي. وعشان تقدر تغير في حاجة زي المينتاليتي الموضوع مش سهل، لأنك هتتفاجئ بكل حاجة حواليك وهي بتتغير. كل حد كنت شايفه كبير بقى يصغر، كل حاجة شايفها ملهاش أي 30 لازمة ليها لازمة، وليها بعد، وليها فكرة أو حاجة عمرها ما كانت تخطر على بالك. وعشان كده معظم الناس لما بتتغير بيبان عليها، يا بيدخلوا في وحدة يا بيدخلوا في اكتئاب، لأن هما بيدركوا حاجات جديدة عليهم، يا بيبدأ يهدى ويدرك إن الحياة مش مستاهلة. فبدل ما كان بيفكر بكل حاجة بعاطفية هيبدأ يفكر بمنطقية أو العكس. ولما يجي ياخد قرارات مش هيندفع زي الأول، لأنه دخل الوعي والخبرة للمعادلة. حتى العلاقات ورؤيته للناس هتتغير، وده اللي هيدخله في الوحدة أو العزلة، لأن المحيط بيه مش شبهه. وعشان تقدر تغير كل الحاجات دي لازم انت نفسك تتغير. وما اعتقدش في انسب من شهر رمضان المبارك اللي احنا فيه عشان نتغير. انضباطك خلال الشهر هو اللي هيخليك توصل للمرحلة دي: صيامك، زكاتك، صداقتك، قراءتك للقرآن بشكل مستمر كل يوم. حتى لو هتفطر صايم، ابتسامته وهو بيفطر وبيدعيلك دي نفسها ممكن تحرك حاجة جواك وتخليك تقعد مع نفسك وتغير كل اللي في دماغك. فالموضوع ممكن يبدأ بخطوة بسيطة صغيرة. لو حسيت بتكاسل أو بالاعتياد علشان الشهر عدى منك وفي نفس الوقت عملت كل اللي انت عايزه في الأول ودلوقتي مش حاسس بأي حاجة، الحماس خلص، عايز أقولك إن الخسران الوحيد من إنك انت تعدي الشهر ده متتغيرش هو انت. اعتبر نفسك في حرب، والعقلية بتاعتك هي سلاحك الوحيد عشان تتغلب على العدو بتاعك. ولازم تستعين بالله علشان تتغير. فدلوقتي لازم تهتم بصلاتك، تهتم بتراويحك، تهتم إن انت تعمل حاجات صالحة، فترة صايمين، تساعد حد محتاج. حتى لو هتساعد اهل بيتك في ان انت تساعدهم في الاكل، تغسل المواعين وتروق الشقه والحاجات دي كلها، او تساعد اللي حواليك، صحابك، قرايبك، تصل الرحم. صلة الرحم يا عم، قول لي انت اخر مره زرت فيها قرايبك امتى؟ عيلتك، ناسك، اهلك. فاعتقد ان جه الوقت لنهايه الفيديو.